السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش خباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في وصفه جديده وفي فيديو جديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا هاد المعسلات لشهر رمضان بثلاثه ديال التشكيلات ساهلين بزاف، مقادير بسيطه والمذاق رائع، كيجيو لذاذ بزاف وهشاش. وكيف ما قلت لكم ما تاخذوش مكونات بزاف، وحتى الوقت ديالهم دغيا في التحضير ديالهم. نخليكم تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير ديال هاد المعسلات. هنا بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 2 زلايف ديال الدقيق الابيض، الدقيق الفورس. هنا كل زلافه كتوزن 250 غرام، يعني في المجموع عندنا 500 غرام ديال الدقيق. غادي نضيف معاهم زلافه ديال الزنجلان. العبار اللي كديروا ديال الدقيق كديروا النص ديالو ديال الزنجلان. هنا درت واحد شويه ديال الملحه، وغادي نضيف كيس من خميره كيميائيه، الخميره ديال الحلوى ولا بيكين باودر. عندي هنايا معلقه عامره مخلطه ما بين حبه حلاوه والنافع، وعندي معلقه صغيره تقريبا ديال القرفه، وعندي كذلك صفر بيضه. وغادي نضيف واحد نص كاس مخلط ما بين الزبده مذوبه والزيت الروميه، تقريبا واحد 4 المعالق كبار ديال الزبده مذوبه و4 المعالق ديال الزيت. صافي نبسبس هذاك الدقيق شويه، ومن بعد غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخل، وغادي نضيف كاس ديال ماء الزهر. غنبدا نجمع العجين بالماء ديال الزهر. عندي كاس هنا راه تقطع ليا التصوير. المهم درت داك الكاس ديال الماء، بقيت كنضيفو شويه بشويه وانا كنجمع العجين، ولكن خصني مازال الماء. لهذا ضفت واحد نص كاس اخر من الماء عادي، ماء ديال روبيني. كتضيفوا على حسب الحاجه، يعني كتضيفوا نتوما كتضيفوا شويه بشويه، وفي نفس الوقت كتجمعوا العجين ما تدلكوش، جمعوه فقط وديروه في بلاستيكه. شوفوا مع العجين كيف كيكون، ما يجيش قاصح بزاف ما يجيش رطب، باش ما يجيش لكم المعسلات ما يجيوش قاصحين. صافي هنايا درت العجين في واحد البلاستيكه، خليت واحد 5 دقائق، وغادي نرش هنا سطح العمل بالدقيق، وغادي نبدا نخدم العجين. هنا العجين قسمته على 3 ديال الكرات باش غادي نحضر منهم 3 ديال الشكيلات. هنا دلكت العجين فوق سطح العمل، السمك ديالو يكون رقيق. على هذا الشكل هذا. صافي هنا غادي نحضروا الشكل الاول اللي غادي نحتاجوا فيه الطابع اللي يكون مربع الشكل ديالو. دائما تنغطسوه شويه في الدقيق، عاد كنقطعوا به العجين. صافي هنايا غادي شفتوا مع الطريقه جد سهله، يعني ماشي صعب. كنلاقيو 2 ديال القنات على هذا الشكل. صافي كنحضروا هذا الشكل اللي كيتسمى البليغه. شفتوا معايا يعني ساهل بزاف، تقريبا هاد 3 اشكال كاملين ساهلين في التحضير ديالهم. شفتوا معايا هنا راه حيدت التسريع باش يبان لكم مزيان بوضوح. صافي هنا غندوزو باش نحضروا الشكل الثاني. نفس الطريقه الكره الثانيه دلكتها فوق سطح العمل، ودائما السمك ديالها تيكون رقيق باش ما كيجيوناش ملي كيطيبوا ما كيجيوش غلاظ. صافي هنا خديت هذا الطابع اللي كيكون دائري ولكن ماشي صغير بزاف، يعني متوسط على هذا الشكل. طريقه باش كنشكلوا هاد الدوائر حتى هي سهله بزاف. شفتوا معايا سهله وكيجي الشكل ديالها زوين. شفتوا هنا كنطويو على هذا الشكل وكنجمعوا القنت مع القنت، ساهلين بزاف وفي الاخير كيجي الشكل ديالهم زوين.
الا بغيتو تزيدوا تحلقوا عليهم كديروا اللوز كتسلقوه وكتفسخوه وكتقليوه وكديروه في هذيك البلاصه اللي خاويه كتعمروا به كيجيو فنين كيجيو زوينين. صافي هنايا بالنسبه للشكل الثالث استعملت هاد القطاعه صغر من ديك اللي استعملت في الاول ولا في الشكل الثاني. شفتوا معايا استعملت هذه صغيره باش كيجيو في الشكل ديالهم صغيورين ساهلين حتى هما. كنجمعوا الدائره من تحت على هذا الشكل صافي وكنحصلوا على هذا الشكل هذا. حتى هما ممكن نديروا لهم اللوز ولا ممكن تكتفيو بهم غير على هذا الشكل. صافي من بعد ما شكلت كل شيء من الاحسن نخليهم تينشفوا حيت ملي كينشفوا كيجيو قابطين في راسهم. ملي كنديروهم في المقله ما كيتعوجوش ما كيتحلوا حتى شي حاجه وصافي. وخليهم على قد ما خليتهم راه مزيان يعني كينشفوا. انا راه واخا هكاك ما خليتهمش بزاف اون فوا ساليت صافي بديت بهذوك الاولين اللي ديجا بانوا لي نشفوا. صافي هنايا من بعد ما تحمروا من الاضاءه راه ما كتبينش ليا مزيان اللون ديالهم ما تخليهمش يتحمروا بزاف لانهم كيكملوا كياخذوا واحد اللون حتى من ملي كنديروهم في العسل يعني غير شويه يذهب اللون ديالهم. من بعد كنغطسوهم في العسل كما قلت لكم اون فوا تنغطسوهم في العسل يزيد اللون ديالهم يولي مغلوق اكثر. صافي غنستمر على هذه الطريقه تنكمل الكميه اللي عندي ديال العجين. وهنا من بعد ما وجدوا ولا من بعد ما طابوا غطستهم في العسل وخليتهم حتى تسقطوا مزيان من داك العسل كيجيو شاربين العسل مزيان ما كيجيوش من الداخل معجنين ولا شتو حيت ما درناهمش غلاض درنا العجين رقيق داكشي كيجيو رقاق وزوينين. شتو معايا هنا كنستفهم في الطبسيل ساهلين بزاف التحضير ديالهم ساهلين ما كياخذوش الوقت ما كياخذوش مجهود ماشي صعاب يعني اي وحده ممكن تجربهم. وعاد المذاق يعني النتيجه رائعه المذاق ديالهم بنان بزاف وهشاش. شفتوا معايا هشاش بزاف ما كيجوش قاصحين. كنتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها وما تنساونيش دائما في لي لايك وفي لي كومونتير وكذلك الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.